بين قانون عضوي وقانون عادي هنا في البرلمان؟ ما فهمت السؤال. كيف قانون عادي وقانون عضوي؟ انا سمعت. خاطر حنا عندنا تعليمات من الحزب اليوم ما نصرفوش. خاطر حنا عندنا تعليمات من الحزب اليوم ما نصرفوش. خاطر حنا عندنا تعليمات من الحزب اليوم ما نصرفوش. سيدي الصحافي بارك الله فيك على هذا السؤال، ولكن نحن دخلنا البرلمان لأول مرة. سندرس القوانين وأجيبك بكل صراحة. ما نجمش نقول لك على هذا باسكو أنا جديد، ما عنديش يعني معلومات كبيرة على هذا، ولكن راني نقرأ باسكو عطاوني كتابات البارح، راني ندرس فيهم، ما نقدرش نعطيك كل صراحة. هو الفرق بين القانون العضوي والقانون العادي في البرلمان؟ ما عنديش إجابة. ما جاوبوش عليها مثلا. احنا ما فهمتكش. هذوك كنا بسم الله مثلا ما بدناش باش نجاوبوك. الفارق او الاختلاف بين القوانين العاديه والقوانين العضويه، اذا كان عندكم خلفيه على او والفرق بين القانون العضوي والقانون العادي؟ مازال ما انا اختصاص علوم سياسيه مش قانون. انا ماستر علوم سياسيه. النائب ممكن تفيدنا انت؟ على كل حال القوانين العادية كما جرت العادة هي ممكن في انتظارنا قانون الصحة، قانون. وش هو الفرق بين قانون عضوي وقانون عادي؟ قانون عضوي هو فيما يخص هو الفرق بين القانون العضوي والقانون العادي؟ بما يخص القانون، اولا المشرع هو كل ما يتعلق بالنصوص التشريعيه يدخل فيها المشرع يعني كنائب. يختلف النصوص التشريعيه من النصوص التشريعيه العاديه والعضويه، ثم هناك اوامر اللي تدخل هذه الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو في حالة يعني العطلة المرفوضة على المجلس. جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. مش قول لي قلت لي البتاع